السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك. يلا بينا على بداية الاخبار، بس قبل ما نبدأ يلا بينا نصلي على النبي. الزمالك يواصل بدون راحة الاستعداد لمواجهة أرتا سولار يوم السبت. حددت اللجنة المنظمة لبطولة الدوحة الدولية الودية لكرة السلة موعد مباراة الزمالك ضد الحكم اللبناني في الدور نصف النهائي اليوم الجمعة 29 سبتمبر الساعة 8:30 مساء. يواجه الزمالك نظيره أرتا سولار الجيبوتي في 7 مساء يوم السبت المقبل في إياب دور ال 32 من الكونفدرالية الإفريقية. عماد البناني عبر قناة الزمالك بدأ اليوم تشوين أعمال الخيمة التي من المقرر أن تجرى فيها الانتخابات على ملعب كرة القدم على اعتبار أنها أكبر مساحة داخل النادي، مع ضرورة التأكيد على الحفاظ على أرضية الملعب. وتم تسهيل عملية الدخول والخروج بحيث وأشار تم عمل الترتيبات اللازمة لنقل التدريبات الجماعية للفريق الأول خارج النادي على أن يكون يومين قبل الانتخابات و3 أيام بعد الانتخابات لحين عودة الأمور كما كان عليها. وأضاف لدينا ملعبين في قائمة البدائل للتدريبات الجماعية للفريق، والأمر مطروح أمام الجهاز الفني، وما سيتم الاستقرار عليه سيتم تنفيذه على الفور. وأكد نعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه اللجنة، خاصة وأن نادي الزمالك قلعة رياضية كبيرة ونحاول أن نعبر بالنادي من الأزمة الحالية. عماد البناني طلبنا حضور 30 ألف متفرج، وإن شاء الله الجمهور يحضر، ونتمنى تكون مباراة مرضية ويحقق الفريق الفوز. وأشار اللاعبين أبطال ومحبين النادي والمدير الفني له رؤية وطريقة معينة في إدارة الفريق، والجهاز المعاون يعمل على مدار الساعة. البناني اللجنة الثلاثية تقف مع الفريق، وهناك أمور كثيرة في مصلحة الفريق نؤدي ما نستطيع منه، وإن شاء الله يكون في استقرار بجميع ما يتعلق بحقوق اللاعبين خلال الفترة القادمة، وهذا سيكون محل اعتبار منهم وأداء المباراة بشكل يليق بحجم نادي الزمالك. وتابع حرصنا على توفير جزء من المستحقات المالية للاعبين من مدخلات النادي من قبل اللجنة الثلاثية، ويشعر اللاعبين بالرضا أن الإدارة التنفيذية تقوم بالواجب الذي عليها بقدر المستطاع وأكثر، وهو ما يجعل أداءهم بشكل أفضل. وجه البناني رسالة خاصة للاعبي الزمالك قائلا: بقول للاعبين احنا وراكم ونؤازركم، وهم يشعرون بذلك ومنتظرين منكم الكثير، ونشوف مباراة رائعة يوم السبت والفريق يستطيع العبور. عماد البناني تم إرسال خطاب إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية بضرورة إعادة اللقاء بين الزمالك والمقاولون العرب في ثاني أيام المباراة بفيديو مسجل بما حدث من حكم المباراة على الفار. وأضاف: في حاليا نتابع الموقف مع اتحاد الكرة والرابطة حول الموقف الخاص باللقاء والقرار المنتظر. وأوضح: حاليا نعمل على توفير أجواء الاستقرار للفريق قبل المباراة الهامة ليوم السبت، ونتمنى أن يتم الاستجابة لطلبنا. عماد البناني تقسيط مبلغ القيمة المضافة كان مطلب من أعضاء الجمعية العمومية لرغبتهم في التصويت في الانتخابات. كان هناك مطالبات من وزارة المالية بضرورة سداد القيمة المضافة، وأشار اللجنة الثلاثية رأت أنه من مصلحة الأعضاء اتخاذ قرار التقسيط بعد الموافقات عليه، بحيث يتم تسديد 50% في الوقت الحالي، ثم 25% في يناير و25% في مارس، حتى يكون المجلس القادم أمام مسؤولية أن الجميع سدد ما عليه من مبالغ في القيمة المضافة. وأضاف: حصل لبس في التنفيذ، هل 50% على الباقي من المبلغ المطلوب أم على الباقي منه؟ وأوضح: تم حسم الأمر إن 50% المطلوبة في الوقت الحالي هي على إجمالي المبلغ الكلي المطلوب سداده من العضو، وهو الأمر الذي لقى ترحاب شديد من كافة الأعضاء. واختتم: لدينا جمعية عمومية قادمة تديرها الجهات الإدارية المختصة، ونتمنى أن الاستقرار لمجلس الإدارة القادم. بيشير التبعي: مباراة أرتا سولار سهلة وصعبة، والزمالك قادر ومش قادر بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، ومش عاوز جمهور الزمالك يزعل، لكن النادي محتاج فترة استشفاء 5 سنين حتى يعود للفوز بالبطولات. وتابع: أسوريو مظلوم لأنه بيشتغل في ظروف صعبة، احنا بنتكلم من بره، هو عارف إمكانيات كل اللعيبة والكل عامل جهابذة. التبعي: أوسوريو عارف مصلحة الفريق ومحدش عاوز يمشي غلط، ولو بيشتغل في ظروف تانية كان الوضع اختلف، ولو انتم شايفين انه غلط سايبينه ليه؟ وأردف: جمعتني مكالمة مع أحد أعضاء الجهاز الفني للزمالك قال لي ما بناخدش فلوس. طيب بيوفروا فلوس ازاي للمدرب؟ واختتم: أوسوريو مدرب كويس ويا ريت الناس تسيبه في حاله. اتعادل ماتش المقاولون بكورنر اتلعب في الدقيقة 9، هينزل يعمل ايه؟ الزمالك قادر يفوز على أرتا سولار. أحمد عيد عبد الملك: الزمالك صعب مباراة أرتا سولار بعدما استقبل هدفين في الذهاب بسبب اللعب بتشكيل خاطئ والتعامل مع المباراة بشكل غير جيد. والمدرب تحدث بشكل خاطئ وغريب جدا عن فترة الإعداد بأن الزمالك خاض فترة إعداد مثل مانشستر سيتي الإنجليزي، وأضاف: السيتي مستواه يتصاعد بشكل تدريجي وخسر أمام نيوكاسل يونايتد.
وأتمنى أن يلعب باثنين مهاجمين ناصر منسي وسيف الجزيري، ولكن بتواجد ثلاثي في خط الدفاع 3-5-2، والأقرب حمزة المسلوسي ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي. لو لعب بثنائي في خط الهجوم مع وجود زيزو ومصطفى شلبي وأوباما، والاستحواذ سيكون بشكل أكبر للزمالك بكل تأكيد في المباراة. أحمد عيد فتوح سيكون له دورا كبيرا في المباراة لو شارك، خصوصا أنه يجيد اللعب على الجبهة اليسرى ومن ثم الدخول إلى عمق الملعب، وهو يصنع الفارق كثيرا لأنه لاعب مهاري للغاية، والأمور ليست صعبة على نادي الزمالك مطلقا. وأتوقع فوز الزمالك بنتيجة 4-0. كمال شعيب محامي ممدوح عباس: حال السماح للأعضاء المشاركة بدون تسديد الاشتراكات قد يهدد الانتخابات بالبطلان، ومنعهم أيضا قد يتسبب في أزمة قانونية. وبيان اللجنة الثلاثية شيء جيد، والتصدي لموضوع القيمة المضافة ومن وقت صدور القانون سنة 2016 بأن يكون هناك معاملة مالية للأندية الرياضية، ويكون للعضويات الجديدة مستحقات تخص الضريبة المضافة. وحدث سجال بين الأندية ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، ووصل الإدارة السابقة لنادي الزمالك قامت بغض النظر عن هذه الأزمة، وبعض الأندية قامت برفع دعوى قضائية، ولكنها قامت بتنظيم السداد، وحال فوزها بالدعوى القضائية ترد الأموال. والأمور تخص الحفاظ على الأعضاء ومشاركتها في العملية الانتخابية، والعضو يقوم بتسديد المبالغ المالية لخزينة النادي، والنادي يقوم بالتسديد لوزارة المالية. ومشكلة الزمالك في عدم مواجهة تلك الإشكالية. كمال شعيب: حدث تواصل مع الجهة الإدارية ووزارة المالية مع ضرورة تسديد 50% قبل يوم 5 أكتوبر، قبل 15 يوم من الجمعية العمومية، ووفقا لما تم الإعلان عنه هو حق قانوني يخص الجمعية العمومية ويحصن انتخابات الزمالك من أي أزمات قضائية مستقبلا. وأتم قرار اللجنة الثلاثية جيد يساعد أعضاء نادي الزمالك في التسديد والمشاركة في الانتخابات المقبلة بشكل صحيح تماما. عمرو الجنايني: أزمة القيد سيتم حلها في يناير، وسنتعاقد مع الصفقات التي نحتاج إليها. محمد شريف مهاجم الخليج السعودي والأهلي السابق: عقدي مع الخليج السعودي ممتد لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث. بسؤاله هل يوجد بند في حال رجوعك لمصر يكون للنادي الأهلي؟ حتى لو مفيش بند، أنا بالنسبة لي لو رجعت مصر الأولوية للنادي الأهلي، ده موضوع مقفول، مفيش حاجة اسمها أرجع على نادي تاني وتابع. أنا لو رجعت مصر أول حاجة هعملها أنا اللي هكلم النادي هشوفهم عاوزيني ولا مش عاوزيني. محمد شريف: لا أعلم شيء عن مفاوضات الزمالك. أنا لو رجعت مصر أول حاجة هعملها هرفع سماعة التليفون على النادي الأهلي. أنا اتفقت مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، أنا في حال عودتي لمصر الأولوية ستكون للأهلي، وإذا لم يرغب في الأهلي في عودتي هنظر للعروض المقدمة لي وقتها. واختتم: لا يوجد شرط يقضي بعودتي للأهلي، ولكن أنا كلمتي عقد. إسلام صادق أحد المسؤولين في لجنة الحكام كلم المسؤولين عن الإخراج بالتلفزيون وطالبوهم بعدم إذاعة المحادثات بين الحكم والفار، وذلك بالمخالفة لقواعد الفيفا التي تسمح بإذاعتها، وكذلك مخالفة لما فعله كلاتنبرج سابقا. وأضاف كلاتنبرج: رئيس لجنة الحكام السابق كان بيمنع كل الناس تطلع تنتقد، لأنه بيعرض بالصوت والصورة المحادثات بين الحكم والفار حتى لو فيها مونتاج. إسلام صادق أسامة الهواري مخرج مباراة الزمالك والمقاولون أذاع محادثة أمين عمر ومحمد عادل وبريرة ساب الخطأ، وقال مخرج المباراة السبب. وأكرر لو أنا مسؤول كنت منحت المخرج مكافأة لأنه أذاع الكواليس واختتم. بأكد أنه حصل اتصال بين أحد المسؤولين بلجنة الحكام ومسؤولين عن الإخراج في التلفزيون المصري، وطلبوا منهم عدم إذاعة الحديث بين الحكم والفار، وقالوا نصا علشان مش عاوزين مشاكل، لأن ممكن يحدث محادثات تعمل لنا مشاكل، وهنوري المشاكل التحكيمية اللي بنعاني منها. إبراهيم المنيسي إعلامي قناة الأهلي: هناك تصريح موجود فيه اسم عامر حسين ومنسوب إليه أنه قال ندرس إعادة مباراة الزمالك والمقاولون بعد تقرير الحكم، وهذا تصريح عاري من الصحة. ولا عامر حسين قال، ولا الحكم اعترف، ولا أمين عمر تم التحقيق معاه، ولا راح سلم التقرير، لأنه بيتباعد بعد انتهاء المباراة في غرفة خلع الملابس عن طريق إيميل للجنة الحكام. وأردف بريرا هيعمل جلسة مع الحكام لاستعراض الحالات في الجولة الثانية من الدوري ومن الناحية التعليمية وليس للحساب. واتحاد الكرة لا بص بشكوى ولا طلب إعادة المباراة. عدل القيعي: ما يحقق اتحاد الكرة لكن الأمور الحقيقية، وقيل على لسان بريرة أنها ركلة جزاء صحيحة، وهو لا اتكلم الأمر الغلط إذاعة الحوار وخرق قوانين وخطأ جسيم ولا أحد يتحدث فيه، ولكن الحكم الغلطان يتحاسب. واختتم: أنا مش هناقش اللعبة صح ولا غلط، هو أنت مين يا أمين يا عمر في الموسم اللي خسر الأهلي الدوري لما ماتش البنك الأهلي استؤنف اللقاء حتى إحراز هدف، وده كان خطأ ولم تعاد المباراة، وهذا اختراق، ونفس الحكم هو في هذه الواقعة، وكل نادي له حق يطالب به، بس خلينا في الحقائق. توفيق السيد عضو لجنة الحكام السابق:
فاركو يستحق ركلة جزاء أمام المصري، وحمد القلاوي أخطأ في عدم احتسابها، وكان يجب عدم إسناد تلك المباراة له بعدما تم استبعاده من القائمة الدولية. وأضاف عمرو الشناوي من الحكام الدوليين وكان موجود على تقنية الفار، وزاوية الرؤية كانت جيدة بالنسبة للقلاوي، ولعبة المصري لا ترتقي بركلة الجزاء وأخطأ في احتسابها. واختتم حسين السيد قام بدفع السيفتري بكلتا اليدين، والكرة واضحة بأنها ركلة جزاء. محمد شبانة مجلس أبو ظبي لا يتدخل نهائيا في ملف مشاركة ناد بعينه، ولم يحدث أي مناقشات مع اتحاد الكرة أو رابطة الأندية أو الشركة الراعية، ولا دخل مطلقا للجانب الإماراتي في اختيار الزمالك أو عدم مشاركته بالبطولة. وتابع لماذا لم يقم نادي الزمالك باللجوء للجنة الاستئناف من أجل الاعتراض على قرار منعه من المشاركة في كأس السوبر القادم. واختتم: لا أعرف لماذا لم يسلك النادي الأبيض الطرق القانونية، ويجب على اللجنة الحالية الدفاع عن حقوق النادي بالطرق المشروعة كما فعلت أندية الأهلي وبيراميدز في قضايا أخرى. بس كده هي دي كل الأخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب للقناة، ومتشكرين جدا على دعمكم. سلام.